من يلتفت إليه؟ بالأمس تتكرر المأساة في مدينة الحسيمة، مدينة الحسيمة. إنسان يخرج المسكين مبكرا ويشتري بدريهماته القليلة سمكا يريد أن يبيعه من أجل أن يأتي بقوته الحلال لأبنائه، وحين ذاك يؤخذ منه ويلقى هناك يلقى في شاحنة حمل الأزبال، وبعد ذلك لا ييأس يتبعها هناك ثم يطحن مع السمك، يطحن المسلم مع السمك لأنه أراد أن يحصل على لقمة عيش حلال. أتريدون من هؤلاء الناس أن يتحولوا إلى قطاع طرق من أجل أن ينالوا خبزهم الحلال؟ يا أخي هذا أقل ما يمكن للإنسان في هذا البلد أن يقوم به. ليست له مؤهلات، ليست هنالك بيئة اقتصادية يمكن أن تمتص هؤلاء. إن الإنسان لا يعجب كيف يتم التعامل مع هؤلاء حينما أرى بعض هؤلاء ممن يحملون شارة الدولة ويمرون على المساكين وهم يبيعون أقل ما يمكن أن يحصلوا عليه بطاطس خضر، ثم يقذفونها بأقدامهم في عشرفة عجيبة غريبة تجعل المواطن يستشعر كأنه محجور مقهور في بلاده، مقهور، ثم يعتدى عليه بهذه الطريقة. سيحتج البعض ويقول القانون يمنع مثل هذه الأعمال. يا أخي هل القانون يمنع الناس من الحصول على أرزاقهم الحلال؟ القانون إذا كان المقصود منه تنظيم هذه الحرف الغير منظمة، هذا اللي يسميه بيع الأرصفة على الطرقات غير مقنن، يا أخي القانون ينبغي أن يضمن لهم أيضا مكانا يبيعون فيه ما يبيعون. ينبغي أن تفتح أسواق لهم. فما أكثر هذه الأراضي والمساحات الفارغة في أوروبا كما تعرفون، يخصص في كل يوم من الأسبوع حي من الأحياء في المدينة يفتح لهؤلاء لكي يبيعوا أغراضهم هناك، وفي اليوم الموالي تفتح ساحة أخرى في حي آخر، ويكون ذلك معلوما منظما. أما أن يمنع الإنسان من أن يبيع متجولا بائع المتجول، ايوه القانون يمنع ذلك. ايوه هذه الوسيلة الوحيدة التي يملك للحصول على رزقه. إذا منعتموه من هذا أين يذهب؟ افتحوا له البدائل. ولذلك أقول إذا تم التعامل في المستقبل مع هذه الظاهرة بهذه الطريقة فإننا لا نأمن بعد ذلك أن هذه الأغلبية الساحقة الصامتة من الشعب وهي تستشعر أنها مسحوقة محقورة تلاحقها والعياذ بالله الحجرة أينما حلت وارتحلت، فإن الذي ييأس في بلده من مجرد الحصول على لقمة عيش كريمة يأخذها بكد يمينه وعرق جبينه، أنت لا تتوقع منه ما سيفعله. إذا ألقى هذا الرجل رحمه الله نفسه في شاحنة رمي الأزبال، والآخر يحرق نفسه، والآخر يلقي بنفسه في البحر في مغامرة الله أعلم بعاقبتها، فإننا لا نريد لمغربنا أن يكون على هذه الحالة. الرسالة الأولى: إن التحقيق الذي يجري في مدينة الحسيمة ينبغي أن يقف على الأبعاد العميقة لمثل هذه التصرفات.
لإيجاد العلاج الحقيقي لها، لا الترقيع، لا المناسبات، لا التوقيت. نريد علاجا للقضية في بلادنا كلها. نريد أن يتم الالتفات إلى هذه الشريحة الواسعة. نريد أن يكون هنالك مشروع من أهم بنوده إيصال الحقوق لهؤلاء. نريد أيضا إن شاء الله تبارك وتعالى من وسائل الإعلام أن تقوم بدورها في توعية الرأي العام لمثل هذه الظواهر وتجليتها وإظهارها، حتى تصير مسألة رأي عام يتم من خلالها الضغط على الحكومة لكي تتحمل مسؤوليتها أمام هذا. احنا في القضايا التي يطحن فيها المواطن ولا شيء في الإعلام يعلو عن مسألة مغن ما نعرف ما الذي حدث، فيطغى على كل هذا. يا أخي هذه أرواح تسحق، هذه كرامة الإنسان تمرغ في الأرض، بل كرامة وطن بأكمله. فنسأل الله سبحانه عز وجل لأخينا هذا الرحمة، ونسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وعزاؤنا لأهله الكريم وأولاده وللشعب المغربي كله ولأهل مدينة الحسيمة. وصلى الله على حبيبنا محمد والحمد لله رب العالمين.